بتذاكر الجرامر كتير، قواعد كتير، بس اول ما بتيجي تكتب ايميل او تعمل برزنتيشن في الشغل او اي حاجه من الحاجات دي بتتلخبط، صح؟ تبقاش عارف انا present simple ولا present continuous ولا present perfect ولا عملت لك كورس جرامر ادفانس يخليك تكون الجمل بتلقائيه، مش هتفضل تترجم كل كلمه في دماغك وتشوف هي انهي زمن وتاخد از ولا ار واز ولا وير هاف ولا هاز ولا الكلام ده خالص. فلو انت حاسس ان عندك حصيله كلمات كويسه والنطق بتاعك كمان شكله شيك، بس عندك مشكله في الجرامر، يعني انت شايف ان انت واصل لمستوى كويس بس الجرامر عامل لك دربكه كده، فتعالى لي. انت محتاج تنتقل من مرحله المذاكره لمرحله التطبيق العملي. انا خليك تطبق، بلاش تذاكر الجرامر او بلاش تبص للجرامر انه ماده شكل اكاديمي احل الجمله دي ازاي. لا، اتعامل مع الجرامر زي ما بنتعامل كده واحنا بنتكلم عربي. الجمله دي بتتكون بسهوله ازاي، تتكون بسرعه ازاي. سيبك بقى من الكلمات الداله ومش عارف والفورم، لا مفيش الكلام ده. الجرامر فيه كده بالطريقه العاميه اللي بنستخدمها بالعربي، هنلاقي حاجه بسيطه سهله جدا نكون بيها جمل كتير جدا بالانجلش. انا عامل لك كورس جرامر على الزوم، تدخل على الزوم تسال وتتفاعل وتجاوب وتحل وتكون جمل، وكمان عامل لك ممارسه على الواتساب طول مده الكورس. طول ما انت في الكورس انا بعت لك براكتس تعملها، حاجات تحلها، حاجات تقولها، حاجات تكونها بشكل استخدام يومي للغه، مش بشكل اكاديمي ولا تحل في امتحان. خليك تكون جمله حصلت وخلصت او حصلت ولسه ليها اثر او ما حصلتش او هتحصل او حصلت، او خليك تتنقل ما بين الازمنه بكل سهوله وارتياح. خليك تعرف كل الازمنه وتكون فيها اي جمله تخطر على بالك، طالما انت عندك حصيله الكلمات اللي تساعدك تكون الجمله بكل سهوله. مفيش حد هيتكلم انجليش من غير ما يتعلم جرامر. لازم تكون عارف الجرامر عشان تكون الجمله بتاعتك سليمه، تكون الجمله بتاعتك منطقيه. ما ينفعش تبقى انت مش عارف تستخدم انهي زمن، مستقبل ازاي، مضارع بسيط ازاي، ولا مضارع مستمر، ولا مضارع تام. كل الحاجات دي اسهل ما يكون في كورس الجرامر اللي بكلمك عنه. في الكورس ده هتقدر تكون آلاف الجمل بشكل طبيعي جدا وتلقائي من غير ما تترجم كل كلمة لوحدها. فلو عاوز تنتقل من مرحلة المذاكرة والحفظ للتطبيق العملي وتكوين الجمل، سجل في اللينك اللي موجود في الكومنتس واحنا نرد عليك بكل التفاصيل. بس كده، سلام.